في خبر مؤسف لعشاق كرة القدم وخاصة الجماهير المغربية، تعرض النجم أشرف حكيمي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. الإصابة جاءت بعد تدخل عنيف من اللاعب لويس دياز أجبر حكيمي على مغادرة الملعب باكيا وهو غير قادر على المشي وسط قلق كبير من زملائه في الفريق والجهاز الفني. التقارير الأولية تشير إلى أن الإصابة تهم الكاحل الأيمن، وقد يخضع اللاعب لعدة فحوصات طبية لتحديد مدى خطورتها ومدة غيابه عن الملاعب. بعض المصادر رجحت أن يغيب حكيمي لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني أنه قد لا يعود قبل نهاية شهر ديسمبر، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا المقبلة. هذه الإصابة تمثل ضربة موجعة لباريس سان جيرمان، خاصة أن حكيمي يعتبر من أهم ركائز الفريق في الجهة اليمنى سواء دفاعيا أو هجوميا. غيابه قد يفرض على المدرب تغيير الخطة التكتيكية وربما الاعتماد على بدائل أقل خبرة في هذا المركز الحساس. أما بالنسبة للمنتخب المغربي فغياب حكيمي سيكون مؤثرا أيضا، خصوصا أنه أحد القادة داخل المجموعة وصاحب دور كبير في تحقيق التوازن الدفاعي والهجومي. الجماهير المغربية تترقب الآن نتائج الفحوصات الطبية أملا في أن تكون الإصابة أخف مما تبدو وأن يعود نجم الأسود إلى الميادين في أقرب وقت ممكن.